السلام عليكم. من اكتر الحالات اللي بحب اتكلم عنها دايما هي مقاومه الانسولين عند الاطفال. لما نشخصهم صح ونشخصهم بدري ونعرف نعالجهم صح، اكيد كده بنحميهم من مشاكل كسر القامه، هنحميهم من مشاكل في النمو، هنحميهم من تاخر في البلوغ، هنحميهم من السكر من النوع الثاني. حاله زي اللي معانا هنبص نلاقي ان هي عندها زياده في الوزن، متركزه دايما في منطقه البطن، عندها كسر قامه، وعندها تاخر في البلوغ. النظام الصح، النظام الغذائي السليم المخصص لمقاومه الانسولين، وبيراعي في نفس الوقت ان الطفله دي في مرحله نمو، علاج دوائي زي ما قلنا قبل كده في الغالب بتبقى ميتفورمين وبعض المكملات الغذائيه سواء فيتامينز او مينرالز، لعب الرياضه، كده هنأمن لهم العلاج المثالي. ان شاء الله باذن الله دايما اشوفكم على خير وصحه وسعاده ومع حاله جديده ناجحه ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.